وليد في رواية في صحيح البخاري عن عائشة قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطهما. قالت: والبيوت ليس فيها مصابيح. هل عائشة تتجاوز على الرسول وتمد رجليها عليه؟ ويعني هي مدتها قدام رجل امك، هي مدتها قدام النبي صلى الله عليه وسلم، ودي مراته. ايش دخلك انت ما بينه وما بين مراته؟ ده ايه الوقاحه اللي انتوا فيها دي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم غمس عائشة وتفعل بعينك هذا؟ لا، التغميز يعني اللمس باليد، لا تدلس على الناس. اتفضل. ثانيا يقول النبي لا ما غمز العائشة، شو يسوي؟ يضربها على رجلها. يعني تخيلوا. الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الله أكبر، الحمد لله. شنو هاي؟ صلاة استخفاف، غميضة جيجو، تصير قاعد تحكي، قاعد تصحح، كانت دمرت الوضعية. زين هي تقول إذا قام فتحت قدما رجلاي. شنو رجلاي فتحتهن؟ يعني شو تقصد؟ رجليه افخاذها مستقره وتتحرك بس برجليها تفتحهن، غير رجليها من القدم الى الفخذ. اذا صلى بسطتهن، اذا قام فتحتهن.